أهلا بيكم، ازيكم عاملين ايه؟ تنور رجال المشاهدات والترقب شكله حابب خلاص نتكلم عنه كام يوم. لايك وسبسكرايب وشير ويلا بينا نبدأ. حاجة كروان بعد ما خلصت ترند امبارح طلع النهارده بموضوع جديد. مش هكدب، الحوار الأخير ده مش ترند. هل ده ذنب إنجي حمادة ولا مريم سعيد وغيره؟ حتى لو الموضوع ده حقيقي، في حاجات كتير لكروان ما كانتش حقيقة، مجرد ترند عرفها المصحف. ومفيش هزار في الكلام ده، أكيد هو اتاخد دهب، بس اللي حير الناس مش السيدة والعروسة. قال كلام غير ده، قال إن كروان كذاب بتاع ترندات، والمأذون اللي جه معاه ده ما كانش مأذون، كان واحد معاه بيقول إن خد الدهب والآيفون بزحمة طبعا عن المأذون، بس كلامه متناقض. إنه بنفسه قال في الفرح ودوا له الشبكة والتليفون، أما الفرح باظ كله مشي. كلام متضارب، وللأسف لأول مرة هنصف كروان مشاكل، بس ما يمنعش إني من أول الشمتانين فيه. عارف إن ده مش صح، بس أعماله الترندات اللي بيعملها رخيصة كرهت كل الناس فيه وأنا أقوله، لأنه بيجيب مشاهدات وفيوز بطريقة مش حلوة وبيعرض حاجاته الشخصية زي ترند الفرح وغيره وغيره وغيره. وقال بلسانه إن بيشهر اللي بيطلعوا معاه يعملوا الترندات دي، وقال كده بلسانه زي ما سمعتوه نفسه بيقول كده. في ناس كتير طلعوا قالوا إنه بتاع ترندات وإن شريهان مساعداه الترند ده، حتى لو الترند اتقلب على دماغه لما أخدوا الدهب. بس الموضوع بدايته كان ترند والفرح كله كان ترند، حتى المشاهير اللي حضر مكانوش مشاهير قوي. مفيش حد بيعزم مشاهير على العام، ولا في حد بيعرف مكان الفرح ولا اليوم لأي حد، إلا طبعا القرايب والناس المعروفين هم، وده ما حصلش أصلا. لو كان الموضوع حقيقي كان النجم محمد إمام بنفسه هيحضر، بس الموضوع كان مرتين بس. مسلسل الكينج هو عامل دور شعبي ومحتاج الفئة دي تتفرج عليه، يزود نسب مشاهداته، في نفس الوقت يظهر على السوشيال. في نفس الوقت كروان فرحان محمد إمام اتكلم عن بخصوص، حتى لو الموضوع ظهر المهم إني يحكيها فريج زي ما هو بيقول على لسانه. أي حد بيتكلم عن كروان يطلع يقول إنه بيعمل ترند وإنه بيحكيها فريج. كروان برضه مبتصرفش حاجة، فيوز على صفحته على الفيسبوك وعلى التيك توك زادت 10 أضعاف أو 100 ضعف. عندما كانت أقصى عدد فيوز بإجابة 500,000، دلوقتي داخل في 10 مليون و5 مليون. وشو شوفوا بنفسكم. هو بلسان إن عيلة شعبان عبد الرحيم بيكفرج وإن هو اللي شهرهم، بس في نفس الوقت هو استفاد حتى لو خسر، حتى لو العربية ولعت بقصد أو من غير قصد، حتى لو الفرح باظ عن عمد أو غير عمد، بس المكاسب أكتر. والدعم اللي نزل له على التيك توك كان كبير جدا. ممكن لايك وسبسكرايب لتقديم الأفضل لحضرتك.